يلفتون أنظارنا عن إيران ويشغلوننا بقضية ثانية. غزة مستعمرة إيرانية. غزة مستعمرة إيرانية. غزة قرارها مصادرة تأخذ أموال من إيران. والله يا أخواني أنا مستبشر بانتصار إسرائيل على إيران ومتلذذ وأضحك. أرأيتم ما فعلت إسرائيل وحتى أمريكا بإيران وهذه الحرائق والتدمير والتفجير. فلسطين يريدك تطعمه وتشربه وتكسيه وتسوي له مدارس وتبني له مدن وتحارب عنه وهو حاط رجل على رجل. وإذا لم تفعل ذلك يسبك ويشتمك ويتهمك بشتى التهم، بل أنت تفعل ذلك. السعودية إلى اليوم تدفع لهم فلوس، مدن السعودية والإمارات وغيرها مدن بنتها وتصرف عليها رواتب، وهم يسبونهم ويشتمونهم. وين الأخلاق؟ وين الأخلاق؟ ليش ما تشتمون إيران؟ ليش؟ يعني أرأيتم الانهيار الأخلاقي؟ يلفتون أنظارنا عن إيران ويشغلوننا بقضية ثانية. غزة مستعمرة إيرانية. غزة مستعمرة إيرانية. غزة قرارها مصادرة تأخذ أموال من إيران. باعت قضيتها لإيران. هؤلاء بايعين قضيتهم ومتربحين بها، ولهذا هم طبعا هم يعتاشون على قضيتهم مع إسرائيل، ولهذا هم ضد أي حل هم ضده. لماذا؟ لأن الحل يحرمهم. خلاص تنتهي هذه القضية، بعد من يعطيهم بأي شيء يتاجرون. يرفضون أي حل وهم ما عندهم حل أبدا. هم يعارضون أي حل. واسألوهم سؤالا واحدا: ما الحل اللي عندكم؟ ما الحل اللي عندكم يا حماس ويا عباس شنو الحل؟ أنتم قاعدين تعتاشون على قضيتكم، أنتم ما عندكم أي حل، أنتم تتاجرون بها بايعينها، ولهذا أنتم ضد أي حل، لأن الحل يحرمكم، وهذا واقع. وشوفوهم وأموالهم وتجاراتهم وغيرها. طيب أنتم جايين مركزين الأنظار على إسرائيل. أغلب ما تقولونه عن إسرائيل صحيح، لكن تعالوا أنتم البديل مالكم إيران. أيهما أخطر؟ هذول ما عندهم أخلاق، يستثمرون عواطفكم، يريدونكم تبقون في تخلف وحروب دائمة لا معنى لها، لا نتيجة لها. من 48 إلى اليوم، هاي 70 سنة الحروب، يعني بين حرب باردة وحرب ساخنة. ما الذي نتج لنا؟ هؤلاء هم أول المتصالحين والمطبعين مع إسرائيل. انظروا إليهم، دول ما عندهم أخلاق، يريدون يقتلونكم. قالت إسرائيل وحكت إسرائيل، وهذه هي قضية إعلامية يعني ترسخت في نفوسنا، وقالوا القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي القضية الوحيدة. لا هي مركزية ولا وحيد ولا محزن ولا أنا الله خالقني، حتى يعني الله خالقني وين ما أكو قضية بالعالم لازم أنا مسؤول عنها. أخواني إذا عندي قدرة أنا مسؤول، لكن أنا ما عندي هذه القدرة. مو أنا الآن في أضعف حالاتي تعال انشغل بفلسطين ولا أنت مدري إيش، بايعين نفسكم وقضيتكم. أنتم بتستحون؟ أنتم تعانون من اللا أخلاقية. أنتم بأخلاق ما عندكم، أخلاق ماكو. ما تستحون، تستثمرون بلادكم المحتلة، تستثمرون الدين والقرآن والفتاوى، كل شيء حتى النساء تستثمرونهن. يعني الرجل يصور والمرأة تروح تعتدي على الإسرائيلي والإسرائيلي يضربها حتى تستدر عواطف العرب والمسلمين. هذا اللي أنتم تسوونه. عيب عليك زوجتك أو أختك تضرب بالإسرائيلي، خليها تروح تقعد بالبيت. وعيب عليك أنت ما تتقدم، أنت قاعد تصور حتى يعني هذا الموضوع أنتم تاجرتم به. يجيني واحد واقع في هذا الخزي يتكلم لي بالقضايا ويتكلم لي بالأصول، يتكلم لي بالدين. أنتم تريدون هذه الدول تنهار. لا، ليش؟ حتى تحتلونها. احنا محاطون بأعداء يريدون يحتلون بلادنا ويرجعوننا إلى الزمن القديم، يرجعوننا إلى زمن الذل والمذلة. لهذا السعودية شوكة في مو بس حلوقهم، شوكة في عيونهم وفي حلوقهم وفي أمعائهم، وشوكة فيهم من فوق لي جوا. ذولا يريدون الخراب للدول العربية، ما يريدون ينصرفون إلى إيران.